السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس دايما بيتفهموا غلط، هي الناس اللي بتسكت. اللي بيسكت مش ضعيف ولا عشان ما عندوش كرامة، بس بيسكت عشان بيعدي عشان ما يخسرش، بيعدي عشان بيحب، بيعدي عشان شايل هم الناس اللي حواليه، واخر حاجة ممكن يفكر فيها هي نفسه. الناس بتشوفه ساكت يقولوا عليه ملوش شخصية، يشوفوه بيتحمل يقولوا ده يستاهل، وللأسف كل يوم بيوجعوه أكتر وهو من جواه بيتكسر بس بيعدي. افهموا، في فرق كبير بين اللي ساكت لأنه راضي واللي ساكت عشان مش عايز يخسر اللي قدامه. في فرق بين الضعف وبين الصبر اللي بيحطمه من جوه في كل مرة. اللي بيعدي مش رخيص ولا شخص ما عندوش كرامة، هو إنسان قلبه طيب وحلمه بسيط، إنه يعيش في سلام من غير خناقات، من غير ما يتوجع أكتر. بس خلي بالك، اللي بيعدي كتير بيجي عليه يوم ما بيعديش، بيسكت كتير لحد ما صوته يتحول لصمت بارد. تدور عليه تلاقيه بعيد، مش لأنه اختفى، لكن لأنه خلاص تعب. لو في حياتك حد من النوع ده، بلاش تضغط عليه أكتر، بلاش تستهين بصمته، لأنه ممكن تكون انت آخر نقطة بتكسر اللي فاضل منه. وأخيرا، لو الرسالة لمست قلبك دوس لايك واشتراك عشان تساعدني نوصلها لحد محتاجها. دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.